السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حمدي وحلقة جديدة من قناة استحواذ. احنا النهاردة هنتكلم عن مرض غريب جدا لأربع أطفال. المرض ده اتسمى بمرض مدريس نسبة للأطفال دول. يا ترى ايه وجه الغرابة في المرض ده؟ تعالوا نعرف مع بعض. أطفال مدريس أربع أطفال حيروا الطب والعلم بمرضهم الغريب واللي عجز الطب والعلم عن تفسيره. مرض أطفال مدريس هو مرض غريب جدا وشكل تحدي للطب من القرن ال17 لحد النهاردة، وتم تسميتهم بالاسم ده نسبة للأطفال اللي عانوا منه. وهم أربع أطفال من عيلة واحدة اسمها عيلة مدريس، عاشوا في إنجلترا في القرن ال17 الميلادي، القرن ده اللي انتشر فيه الفقر والجهل وقلة الرعاية الطبية. ولكن مرضهم ما كانش ناتج من أي حاجة معروفة، وبالتالي ما كانش ليه علاج. وأغرب اللي بيميز المرض ده إن هو بيخلي المريض بيتصرف زي الحيوانات أو الحشرات، وأحيانا بيمتلك قوة خارقة. عيلة مدريس عيلة طبيعية جدا مكونة من أب وأم وأربع أطفال، ولد واحد وثلاث بنات كلهم ما بين ال8 سنين وال14 سنة، والولد هو الأصغر ما بينهم كان عنده 8 سنين. العيلة دي عايشة في بيت صغير في مدينة بريتسول بإنجلترا. أطفال مدريس كانوا بيتمتعوا بصحة جيدة جدا ومعروفين بلعبهم وضحكهم اللي مالي البيت والحواري اللي قريبة منهم، لحد ما جه شهر يناير من سنة 1675، ودي كانت بداية مرض أطفال مدريس. بدأت تظهر أعراض غريبة على الأطفال دي. في البداية كان الأمر مجرد صداع وألم في الراس، وبالتحديد في جنب الراس، واتطور الألم لحد ما وصل للأطراف زي الإيدين والرجلين، وبعدين واصل الألم زحفه لغاية ما وصل للعيون والفم، وزاد في قوته وصعوبته. بعد كده اتطور الأمر لحدوث بعض التشنجات اللي بتتشابه تماما مع تشنجات مرض الصرع. وكانت نوبة التشنجات بتهجم على الأطفال الواحد ورا التاني، وبين النوبة العنيفة والتانية مدة أسبوع أو أقل، وده بحسب اللي وصفوه الأطباء اللي جابتهم العيلة بعد ما بدأت تقلق على حل أولادها. الألم والتشنجات اللي الأطفال كانوا بيعانوا منها ما كانوش أبدا الأعراض المميزة في مرض أطفال مدريس، لكن كان في هناك أعراض تانية شديدة الغرابة واللي حيرت الأطباء في الوقت ده ولحد النهاردة. لأن في خلال النوبات العنيفة اللي اتعرض لها الأطفال دول كانوا بيضحكوا بهستيريا شديدة جدا، أو كانوا بيعيطوا برضه بنفس القوة. سواء كان الضحك أو العياط كان بيفضل لمدة ساعة بدون توقف، وأحيانا كانوا بيمتزجوا مع بعض، عيط وضحك في نفس اللحظة، وبيتناوبوا على الطفل في نفس النوم. ده غير إن المرض كمان خلاهم بيتصرفوا زي الحيوانات أو الحشرات. يعني إيه بقى؟ يعني منهم اللي كان بيزحف على الأرض زي التعابين، وإن منعته بيصرخ ويعيط ويقلب الدنيا. طفل تاني كان بيطلع ويقعد على السرير أو على الكنبة نفس قعدة القطط، أو حتى يطلع على سور الشباك ويقعد بدون خوف من إن هو ممكن يقع. ده غير إن في جارة ليهم شافت وشهدت بإن واحدة من البنات كانت بتتسلق الأنابيب اللي متثبتة على جدار البيت من بره وكأنها عنكبوت أو دبان، وصلت لسطح البيت وقعدت هناك، وما كانش باين عليها إن أي لحظة خوف من إن هي ممكن تهون على الصوت. حاجة تانية كمان، بعض الأحيان كان بيتكون بعض اللعاب الأبيض أو الرغوة البيضاء على بق الأطفال دي في خلال النوم، بعدها بيقعوا على الأرض زي ما يكونوا ماتوا بالظبط، لا نفس ولا حركة ولا أي حاجة. بعد فترة قصيرة من الراحة في الوضع ده بيفوقوا لوحدهم ويتحركوا في أرجاء البيت وكأن شيئا لم يكن. الغريبة بقى إن الأعراض دي كانت بتقل بالليل قبل النوم على طول. في معظم أوقات الليل بيبقوا مجرد أطفال عاديين وبيروحوا في نوم عميق جدا بدون أي انزعاج ولا أي مشاكل، لكن مع شروق الشمس أول ما بيصحى على طول بتبدأ بقى النوبة وتصرفاتهم الغريبة دي. الأوقات ما بين النوبة والتانية كانت فترات قصيرة جدا خلال النهار،
يفوق تجيله النوم، يفوق تجيله النوم. نيجي بقى للقدرات الخارقة اللي كانت بتظهر عليهم. مع الأعراض الغريبة اللي كانت بتظهر على الأطفال دي، بدأ يظهر لهم قدرات عجيبة، ويمكن يعني ممكن مثلا نقدر نقول عليها إن هي قدرات خارقة في بعض الأحيان. يعني عندك مثلا بدأت واحدة من البنات إن هي بتتكلم بلغة غريبة جدا وغير مفهوم، وكأنها بتلقي نوع من الشعوذة أو السحر، لكن طريقة الكلام كانت بتدل على إن هي مثلا بتقول نوع من الخطابات. واللي فهمته العيلة بعد كده من البت إن هي كانت بتتنبأ بميعاد موتها بعد كام يوم، وكمان كانت بتتنبأ ببعض الأحداث اللي هتحصل لأبوها ولإنجلترا كلها. ولحسن الحظ مفيش أي حاجة من نبوءاتها ولا من الكلام اللي العيلة فهمته حصل. طفل تاني كان بيتقيأ في بعض الأحيان مسامير صغيرة، وعلى الرغم من حدة المسامير دي إلا إن الظاهر إن هي ما كانتش لا بتأذي معدته ولا بتأذي حلقه ولا بينزل منه أي دم خالص. طبعا الأعراض والمرض ده بقى حديث أهل المدينة كلهم، وصلت أخبارهم لجميع أنحاء إنجلترا، وكان بيروح للمنزل كل يوم أساقفة وأطباء كتير جدا. الأساقفة بيصلوا كل يوم مع العيلة وبيمارسوا الطقوس الدينية اللي ممكن تطرد الأرواح الشريرة، ده لو كانت موجودة أصلا. بالطبع ما كانش فيه أي فايدة. الأطباء بقى كانوا بيحاولوا يشخصوا الحالة ويقدموا نصايح غريبة جدا للعيلة علشان يواجهوا المرض ده، يعني أعشاب، وصفات طبية، لكن هي ما كانش لها أي فايدة خالص، بالعكس إن هو كانت بتزيد سوء. وكل ده بدون أي فايدة تذكر، رغم إن الأطباء اللي كانوا بيجوا ساعتها كانوا من أمهر الأطباء، ومنهم أطباء نفسيين كمان. وعلى الرغم من إن في الوقت ده كان في انتشار واسع جدا يعني إن هما بيصدقوا بالساحرات وقواهم الخارقة في الوقت ده وفي العصر ده بالذات، إلا إن مفيش حد ذكر الفكرة دي كتفسير محتمل للمرض الغريب ده. واستمر بعض الأطباء بالتصديق إن المرض ده أكيد ليه تشخيص معين، أو هو مجرد حالة نفسية بيتعرض لها الأطفال. ده غير كمان إن الأطباء كانوا بيأكدوا في كل مرة إن جميع الأعراض دي صحيحة، ومفيش أي تلاعب أو تمثيل من الأطفال في تصرفاتهم، وإن هم مغيبين عقليا طول فترة النوبة. نيجي بقى لنقطة مهمة أوي، وهي يا ترى الأطفال دول فضلوا بالحال ده لحد لما ماتوا، ولا المرض ده لقوا له علاج؟ المفاجأة إن في شهر مايو من نفس السنة اتوقفت كل النوبات والتشنجات بكل بساطة وبكل سهولة بنفس الطريقة اللي ظهرت بيها، وما كانش فيه هناك أي تفسير إزاي النوبات دي حصلت وإزاي انتهت. فجأة كده بقدرة قادر رجع الأطفال دول لحياتهم الطبيعية، أطفال عادية جدا وبدون أي انزعاج وبدون أي وجع في جسمهم وبدون أي أعراض لأي مرض، وعاشوا فترة كبيرة جدا وكبروا واتجوزوا. وموضوع المرض ده مجرد كده حاجات بيفتكروها، يعني حاجات بسيطة خالص. عاشوا سنين طويلة لحد ما وصلوا لمرحلة الشيخوخة، واتجوزوا وخلفوا أطفال وعاشوا في تبات ونبات، وبدون ما الأطفال بتوعهم حتى يظهر عليهم أي مرض أو يحصل لهم أي حاجة غريبة. طيب بالنسبة بقى لتفسير حالتهم، في الحقيقة محدش قدر يفسر الحالة الغريبة دي لحد النهاردة، خاصة لأن الطب في العصر ده ما كانش أبدا الطب اللي انت تقدر تعتمد عليه. ثم إن الحال في إنجلترا في الوقت ده كان فقير جدا، عصر الظلام أو عصر الجهل اللي كانوا عايشين فيه. علشان كده كان فيه هناك تفسير محتمل إن القصة دي كلها مجرد كذبة كبيرة جدا انخدع فيها اللي مسمين نفسهم دكاترة في الوقت ده. الافتراض التاني بقى واللي هو الأقرب للواقع بسبب الأعراض الغريبة اللي ظهرت على الأطفال زي المسامير والزحف وتسلق الجدار وما إلى ذلك، إزاي هيقدر الأهل من إن هم يشوفوا أولادهم بيطلعوا على الحيطة مثلا وما يجروش بسرعة ويحاولوا ينزلوه، أو إزاي برضه يسيبوا طفل يلعب بالمسامير لحد ما يبلعها وبعد كده يرجعها تاني؟ صدقني الحالة أغرب مما قد يصدقه عقل ببساطة.
وإن القصة ديتي تم تأليفها علشان تساعد الآباء والأمهات في الوقت ده إن هم يأدبوا أولادهم. يعني مثلا زي عندنا أمنا الغولة، النداهة، أبو رجل مسلوخة، لو نمت من غير ما تغسل بقك الشمامة هتشمك. وكل القصص الشعبية اللي عندنا دي كانت واحدة منهم مثلا، بس قصة شعبية في إنجلترا، ودي القصة الأقرب للتصديق. وبكده بتنتهي قصة الأطفال دول بمرضهم الغريب. ولو عجبك المحتوى أرجو أن أنت تدعمني باللايك والاشتراك والتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معاكم أحمد حمد.